هنغير بقى من روتين الاكل والطبخ والماسكات والحاجات ديت ونعمل ريفيو عن حاجات اساسيه لازم تكون موجوده في مطبخك. النهارده فيديو مختلف وجديد ولذيذ عن ريفيوهات عن ادوات لازم تكون موجوده في مطبخك، زي علب التلاجة، اشكال مختلفه ليها جدا، ادوات علب تخزين، كمان منظمات بتحطي فيها اي حاجه سواء خضار فاكهه في التلاجة او بره على رخامه المطبخ. هقول لكم دلوقتي كل حاجه بستخدمها ازاي واسعارهم ايه وايه اللي عاجبني وايه اللي مش عاجبني. اشتريته كله فكرتهم حلوه قوي. يعني مثلا دي طبعا كله بيبقى بلاستيك رقم 5، فكرتها حلوه قوي. بصي معاها حاجه كده زي الكوبايه، هي الغطا بتاعها بتتفتح كده وبتحطي جواها بقى اي حاجه انت عايزه تخزنيها، وكمان ينفع يتحط فيها جوس، عصاير يعني. هي ديت الحجم الصغير غالبا كده تقريبا، يعني هتكون ب15 ب20، انا مش فاكره بالظبط. هي دي في منها في المحل اخر 2. فكرتها حلوه قوي. انتي ممكن تكبي كده او تكبي في الكوبايه هنا مثلا، لو عامله فيها عصاير تتقفل حلوه قوي. ده كده شكلها، دي من الحاجات اللي انا حباها. نيجي بقى للاتنين دول، الاتنين دول زي بعض بالظبط. بصي فكرتها، اولا ده الغطا بتاعها الكبير اللي من فوق، تمام. بتفتحي من هنا كده وبتكبي اللي انت عايزاه. انا بحط فيها كل انواع السيريال اللي انا ببقى جايباها للعيال. كمان حلوه قوي في انها متقسمه من هنا لحد 2.5 لتر. يعني كمان ينفع تحطي فيها حاجات سايله زي العصاير وكده وتحطيها في التلاجة. شكلها حلو جدا وانها مستطيله فشكلها جميل قوي. دي برضو كانت من المحل، برضو مش فاكره سعرها، تقريبا ده الكبير تقريبا ده كان ب22 او ب25 حاجه زي كده. ده الشكل بتاعها. ده برضو كان فيها سيريال بس خلص. كمان من شركه لمسه. انا بحب الشركه ديت لان حاجاتها بتبقى جميله يعني. نيجي بقى لده، ده برضو فكرته حلوه عجبني. للسيريال توابل لاي حاجه، من فوق ليه فتحتين، في ليه فتحه واسعه زي كده وليه فتحه مخرمه على اساس لو انت حطيتي فيه انواع توابل او اي حاجه بتترش يعني. انا حسيته انه طويل على التوابل والحاجات ديت فحطيت فيه سيريال زي كده. ممكن مثلا تحطي فيه مكرونه اسباجيتي لان هو طويل، مكرونات بقى، عدس، اي حاجه بينفعوا. الطوال دول بينفعوا لحاجات كتيره جدا. انا دول اكتر حاجه عجباني للمقطقطين. دول 3 مع بعض. هي في واحده في التلاجة انا حاطه فيها توميه. بصي يعني حلوين جدا. هم صغيرين طبعا. لما جبتهم في المحل ناس كتيره كان في ناس طلباهم بس مرضوش يستلموهم لما لقوهم ان هم صغيرين. بس انا بقى عجبوني قوي. في واحده صاحبتي اخدت منهم، راحت بعتت لي قالت لي دول جمال قوي، فقلت اخدهم اجربهم. بصي يعني هو مش كبير قوي من جوه، تمام. ده الغطا بتاعه. انا بحب جدا فكره القفل اللي بتكون من الجنب اللي بالشكل ده، اللي هي تقفلي كده بيبقى محكم الغلق. لو وقع ما بيتفتحش لوحده ولا بيدلق منه اي حاجه. ممكن يسرب حاجات بسيطه لكن ما بيتفكش. فدي عجباني عشان خاطر كده. وبرده بلاستيك صحي رقم 5. خامتهم جميله جدا وحلوين قوي، بينفعوا في حاجات كتير. يعني مثلا دي حاطه فيها سمسم، لما بعمل الطحينه اللي هي البودر بحطها هنا. في واحده حاطه فيها التوميه. بصي بتنفع في حاجات كتير. مثلا باقي عندك شويه حاجات صغيرين، رايحه في مشوار، رايحه في حته بتحطي فيها، جميله قوي قوي. نيجي بقى ديت كانت برضو من المحل نفس الفكره. ديت فكرتها حلوه برضو. في هنا ان انت بتقفلي ده كده، فكده بيبقى مفيش اي هوا داخل للحاجه اللي انت عاملاها جوه. فكنت مثلا لما باجي رايحه عند ماما فمثلا ايه عملت اكل وانا باقي معايا اكل وسخن، فكنت باجي حاطه مثلا مكرونه ولا اي حاجه وبسيب دول مفتوحين يهوي سنه، وبعد كده اجي قافلاها تاني عشان الحاجه ما تعجنش اللي انا حطاها، بيتفتح ويتقفل بنفس الطريقه. انا بحبها جدا الحركه دي.
القفل ده بيبقى محكم جدا. كمان حجمها حلو ومربعه، انا بحب الشكل المربع. بصي بتتقفل كده. دي عندي منها واحده تانية، دي برضو كانت من محل، كانت تقريبا كده كانت ب20، برضو حلوه جدا. دول كانوا 3 مع بعض. اللون اللون البيبي بلو موف ولون الفيروزي. يعني دي مثلا انا حاطه فيها ديت خلطة الفراخ المقرمشة بتاعة شركة ماي واي، اللي هو الكيس الكبير. انا بضربه في الخلاط شوية، بكسره شوية وباجي شايلاه هنا، مش برضه احطه بره عشان خاطر احسن يبوظ ولا حاجة والنمل وكده، فبشيله في التلاجة. بصي بتتقفل حلوة جدا. ودي كمان احيانا بقى انتوا بتشوفوها في التصوير بستخدمهم بولات، ان انا مثلا اضرب فيهم بيض، او مثلا اللي كنت حاطه فيها الفراخ بتاعه كنتاكي، تبلتها وقفلتها بالغطا ده. في واحده حاطه فيها السمنه. بصي بستخدمها في حاجات كتيره جدا، نافعيني قوي، واكيد لو لقيت منهم تاني هجيب منهم لانهم عاجبيني خالص. هما كانوا 3 مع بعض غالبا، كانوا ب30 جنيه، ودول كانوا من عند شركة عادلكو اللي هي بعد ما اوقف معاها. فيها نفس الفكرة اللي انا بقول لكم عليها، اللي هي من هنا ان انتي تقفلي كده، يبقى انتي كتمتي الحاجة اللي جوه، بتفتحي كده انتي مهوياها. طبعا ده بيبقى حلو جدا في الحاجات اللي هي السيريال زي كده، ان انتي الحاجات دي لما بيدخل لها هوا بتلزق في بعضيها وبتبوظ. فطبعا ده بيبقى حلو في الفكرة ديت. انا بحب ان الحاجة تبقى مش داخل لها هوا عشان خاطر ما تبوظ. بتدخلي امتى هوا؟ لما بتكوني حاطه حاجه سخنه وانت عايزاها تطلع بخار شويه عشان خاطر ما تعجنش وما تبص، لما تكوني رايحه في حته او هتشيليها في التلاجة عايزاها تتهوى بسرعه وكده. الخمسه مش فاكره، تقريبا كانوا ب45 او ب40. دول برضو كانوا من عندي من المحل. اكبر واحده، شايفه من جوه كبيره ازاي، بيشيلوا كتير. تمام. دول انا اكتر حاجه عندي هي علب التلاجة، بتنفعني جدا يعني، بس مش بيكفوني، انا ببقى محتاجه. ما بحبش ان انا اخزن الحاجه، يعني انا بجيب للعيال سيريال كتير انواعه كتيره، ما بحبش ابقى حاطه الحاجه بعلب، بحب احطها في علب تلاجة زي كده. تمام. بس دول شكلهم قمر قوي. دول 4. الصغنونه دي حلوه قوي، انا بحبها جدا. شايفين حجمها؟ دي بقى مثلا بتبقى حلوه، تحطي مثلا فيها شويه عسل، طحينه مثلا، بقت مثلا حط شويه صلصه بقوا مني مثلا، بعمل اكله يعني تنفع مثلا تحطيها لولادك مثلا وهم رايحين الحضانه ولا اي حاجه، تحط فيها حاجات بس حاجات مش سايله. برضو دي البلاستيك صحي وحلوه في انها ايه بقى، دي بلاستيك صحي وبتدخل مايكرويف وبتدخل فريزر. في ايه تاني، بتدخل غسالة الاطباق. يعني دول مختلفين، حلوين قوي قوي. دي مثلا انا حاطه فيها السيرم او الشربات اللي كنت عاملاه للجلاش اللي اتبقى مني، عشان خاطر هستخدمه تاني، وفي نفس الوقت احلى من انت تكوني حاطه في حله ولا في كازرونه ولا في اي حاجه كده، ما بيلزقش وما بيبص، وحاطه في التلاجة. دي مثلا حاطه فيها السكر الدايت. تمام. وشايلاها في المطبخ من فوق. كمان في حاجه بعملها، ان انا بكتب الاكسباير بتاعه الحاجه اللي انا شارياها، يعني بكتب اسمها والاكسباير بتاعها، عشان ببقى رميت العلب بتاعتهم كله، ببقى عامله فيه كده. دي الحجم الكبير بتاعها. دول كانوا 5. بس دول كان عليهم عرض، كنت جايباهم من ولاد رجب تقريبا، صح؟ ايوه دول كان من ولاد رجب، كنت جايباهم ب35 تقريبا او ب40، كان عليهم عرض ساعتها. مكتوب عليهم ميلانو. لا هم 4 مش 5. تبع الهلال والنجمه. بصي الكبيره كبيره قد ايه، بتشيل كتير جدا، يعني لما بكون جايبه علبه السيريال بتكفي ان انا بحط فيها 2 لو نفس النوع، بتشيل كتير قوي. جايباها من كريستال في بني سويف، بتتفتح من ال4 جوانب كده، تدخل مايكروويف والفريزر وغسالة الاطباق ورقم 5 كمان طبعا.
حلوه جدا. وفكرتها بقى انا اشتريتها وقتها ونسيت انا كنت جايباها ليه. انا عارفه ان انا شاريها للبطاطس بس نسيت انا يعني هستخدمها ازاي. فانا عماله احط ده كده فمش نافع، وحاطه دي حاسه ان هي مش ثابته. فانتي بتحطي الاطراف دي كده، هي مش هتبقى ماسكه نفسها قوي. يعني فكرتها ان انتي لو بتقلي بطاطس بتطلعي شويه صغيرين هنا وبتستني عشان خاطر الزيت ينزل هنا، وبعد كده بتاخديهم مثلا تحطيهم في طبق ولا اي حاجه. فاساس الفكرة يعني ان هي بتصفي الزيت يعني. فممكن برضو انتي تستغني عن الفكرة دي وتستخدميها كعلبة تلاجة. خامتها الماتيريال بتاعتها رهيبة. بصي الفينش بتاعها عامل ازاي، والغطا تقيل قوي. وبصي انا بحب الحركه دي اللي بتكون في علب التلاجة عشان بتخليها محكمه الغلق حلوه قوي. عمود الاكل ده كان من عندي من المحل برضو، تمام. كان بيبقى موجود كل الاشكال بتاعته اللي على الكرتونه دي. بس انا كنت عايزه كيسي طبعا عشان البنات. انا من النوع اللي بشيل كل حاجه بقى بالعلبه بتاعتها، بالذات لما اكون بحبها. انا حطاها في المطبخ فوق. دي حلوه جدا برضو، بتدخل مايكرويف بلاستيك رقم 5. بصي خامتها عامله ازاي، بصي شكلها تحفه، بتتمسك كده. دي بقى حلوه جدا مثلا ان انتي لو عندك بيبي لسه مولود وهتوديه الحضانه، او مثلا رايحه عند مامتك، رايحه معزومه عند حد، الكلام ده كله. فبتحطي فيها كل الحاجات اللي انتي عايزاها كده، ال3 احجام بتوعه، بتحطي بقى فيهم اي حاجه انتي عايزاها. طيب هنفترض بقى ان احنا دلوقتي مش خارجين ولا اي حاجه. حلو قوي في ان هو ممكن تحطي فيه اكتر من فكره وتشيليه قدامك، وفي نفس الوقت شكله شيك على المطبخ. يعني مثلا ممكن مثلا تحطي فيه جوز هند، سمسم، زبيب، الحاجات المكسرات ديت، وتقفليه كده وتحطيه بشكل شيك على رخامه المطبخ عندك. شكله حلو قوي وخفيف على فكره، مش تقيل، خامته جميله جدا جدا، عاجبني قوي قوي. في بقى طقم التوابل ده، وانا لسه ما استخدمتوش عشان عندي حاجات كتير. من الحاجات اللي عسوله كده وعجباني. بصوا هو لما بيتركب بيبقى بالشكل ده، عامل زي فكره الشجره. بيبقى فيه 6 تقريبا كده، 6، تمام. يعني تركيبه سهل جدا. انت بتركبي الحاجات دي في بعضيها وبتعلقي دول وليه قاعده من تحت. هوريك واحده مثلا. ده شكلها، تمام. تفتحيها، الغطا بتاعها سيليكون. بتحطي الحاجه اللي انت عايزاها هنا، ايا كان بقى، فلفل اسود، شطه، ملح، اي حاجه، تمام. بتقفليها، سامعه الصوت، بتتقفل حلو قوي. طيب هي كده مقفوله من هنا اهي، تمام. طب انا عايزه اكب او افضي، بطلع ده لفوق كده، ده بيطلع لفوق اهو طلع. وبعدين بتيجي ترشي كده وتكبي الحاجه اللي انت عايزه تفضيها، ايا كانت ايه هي اللي موجوده. هو حلو جدا للتوابل. وبعدين بتيجي منزله ده تاني، بينزل عادي بمنتهى السهوله. من الحاجات برضو اللي شكلها شيك، بيبقى شكلها حلو على المطبخ. بيبقى فيه منه الوان ايه انا مش عارفه، وغالبا كان بيبقى فيه منه الاخضر اللي زي الصوره كده، و تقريبا كان فيه منه موف، مش فاكره كان فيه منه الوان تاني ايه. نيجي بقى لدول اللي انا يعني من اكتر الحاجات اللي انا فرحانه ان انا جبتها، المنظمات دي. بينفع ان انت تحطيها في درج التلاجة، تحطي مثلا فيها شوكولاتات، تحطي فيها اي حاجه في درج التلاجة. لو انت عندك تلاجة اكبر من دي، ديت بتدخل في درج التلاجة بنفس الطريقه كده بالطول. انا عندي داخله بالعرض، يعني حتى كمان فيها في درج التلاجة. بحط فيها مثلا برطمانات الصلصه، بحط فيها مثلا شوكولاتات وحاجات اللي بستخدمها في الحلويات. يعني مثلا ديت انا حاطه فيهم هنا فوق الخضار، يعني هنا حاطه الكوسه، الطماطم، الفلفل. كمان ديت كانت كنت جايباها عشان خاطر احطها على الغساله، بس استخدمت لون تاني. دي حاطه فيها مثلا فلفل الالوان. الحاجات دي تحفه في ان هي بتبقى منظمه لك التلاجة بشكل حلو. ممكن تحطي كمان فيها فاكهه، تحطيها عندك على رخامه المطبخ بره وتحطي عليها فاكهه براحتك. دول تحفة وكمان مش غاليين. دي تقريبا كانت ب10.5 تقريبا او اقل، 12 حاجة زي كده يعني. دي برضو كانت عندي من المحل. عندك كمان ده المنظم
بتاع البيض. تمام، ده بيشيل 15 بيضه ايا كان صغير او كبير. ده برضو من الحاجات اللي عجباني، لان انا طبعا لما بجيب بيض كتير باب التلاجة ما بيقضيش، فبحط هنا. انا واخده منه 2. ده كان نازل في الفلاش سيل في المحل ب10، كان ب15 نازل ل10. واخده 2 بحطه، وبحط التاني فوقيه بينفع عادي، وحطاهم تحت في الرف اللي تحت الفريزر. هو المنظم ده بتاع المعالق والشوك والسكاكين والحاجات دي. يعني مثلا بحط هنا المعالق الكبيرة اللي شكلها حلو، هنا المعالق العادية، الشوك، السكاكين، المعالق الصغيرة. كمان بتحطي الحاجات الطويلة هنا، وهنا السكاكين تانية الصغيرة. الدرج بتاعك لو اكبر من كده ممكن يشيل 2 من دول جنب بعض. يعني انا بحاول ان انا ادور على، انا ده كنت جايباه من تقريبا كده كان من كريستال في بني سويف. انا مش فاكره سعره، كان رخيص، هو مش غالي يعني، تقريبا كان ب19 جنيه حاجه زي كده. هو في منه خامات كتير، يعني هو في منه دلوقتي ب7.5 وب10، بس بتبقى حاجات بلاستيكات خفيفه. بس طبعا بما ان الحاجه دي مش هتتحرك من مكانها، فمش هتتكسر ومش هتبوظ، فانت ممكن تجيبي اي سعر عادي. حلوه جدا، وبتنفع ان الدنيا ما تبقاش مكركبه عندك في الدرج، وكل حاجه محطوطه في مكان لوحديها بشكل منظم. فبرضو ده من الحاجات الحلوه اللي عجباني ونفعاني. ده عندي من ساعة الفرح. دول كانوا جايين هدية من شركة مايوية في التنشيط اللي بيتعمل كل اسبوع في الشركة. بس دول عندي من زمان جدا، يعني من كتير، يعني ممكن يكون اديلهم مثلا 5 سنين ولا 4 سنين، من زمان، انا مش فاكرة من امتى بالظبط. فكرتهم حلوة قوي، ان هم عاملين زي الجرادل كده. تمام، شايفة كبير ازاي؟ بصي كبير جدا، يعني ده كنت بكب فيه كل الرز اللي كان بيبقى عندي، كنت بحطه فوق بعضيه. بس دايما انا بعمل الحركه دي في الشتاء، ان انا بحط كل اكياس الرز هنا واخد منها وقت ما اكون عايزه، او الدقيق. بس انا بعمل الحركه دي في الشتاء، مش بعملها في الصيف عشان بخاف ان الحاجه تبوظ. هما بقى الكليبسات بتاعتهم من هنا اللي هي بتتقفل بالشكل ده، اللي هي زي كده. تمام، انا مش بحب الكليبسات دي لانها بتتقطم بسرعه، يعني دول بتاع دي الاتنين اتكسروا. ده مثلا الحجم اللي بعده. تمام، الحجم اللي بعد ده حاطه فيه حاجه كده زي اللي هو البريتزل بالجبنه. ده جايباه من كازيون برضو للعيال، حلو جدا. انا بقى الحاجات دي بتنفعني في الحاجات دي، لان انا ببقى جايبه كتير بكبه كله هنا، فما بحبش ان انا ابقى شايله اكياس، بكبه كله هنا فوق بعضيه وبقفله. ده برضو حاطه فيه سيريال، ده الحجم اصغر شويه. نيجي بقى للثلاثه الصغيرين دول. في الاول كانوا قلت انا مش هعمل بهم حاجه، بس نفعوا ان هما كتوابل. فكره قفلهم حلوه قوي. شايفه؟ بصي بيتفتح كده، شايفه دي عجباني فكرتها، حلوه، بتقفل الحاجه كويس قوي، الحاجه مش بيبقى داخلها هوا. دي حاطه فيها البهارات بتاعه البفتيك والبانيه بتاعه شركه مايوي برضو. دي لازم البهارات دي تجيبيها لانها رائعه، بتطلع بانيه مختلف تماما. دي حاطه فيها السكر البني، ودي حاطه فيها بهارات الفراخ اللي بقول لكم عليها، اللي انا جايباها من كازيون اللي هي باب الشام، عشان خاطر انا ببقى جايبه منها كميات كبيره، بفضيها كلها هنا، وفي نفس الوقت مقفوله، لان انا اساسا كل علب التوابل بتاعتي بتتملي، لان انا بيبقى عندي توابل كتير. المجموعه دي يعني شغاله حلوه مش وحشه. لو لقيتيها مثلا في رنين ولا في توحيد ونور ولا في اي مكان، انصحك ان انت تجيبيها لانها فعلا حلوه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. انا حاولت ان انا اجمع لكم فيه يعني اكتر من فكره، اشكال كتيره وبستخدمها في ايه. انا بحب الحاجات دي جدا، ولازم ان هي تكون موجوده عندك، يعني مش لازم تشتري كل ده مره واحده. انا مش كل ده اشتريته مره واحده، ده على مراحل. نفعني جدا جدا بصراحه، ومخليني عندي الدنيا منظمه ومظبوطه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو جديد ومختلف عن الفيديوهات التانية عشان ما تزهقوش. وما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا سبسكرايب، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اعملي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد والكل يستفاد.
كمان هتلاقي تحت الفيديو في صندوق الوصف لينك القناة، اضغطي عليها تدخلي على القناة وتلاقي كل فيديوهاتنا. كمان هتلاقي صفحتي على الفيسبوك وجروبي على الفيسبوك واكونت الانستجرام، يا ريت تعملوا لي فولو. ما تنسوش تكتبوا كومنت تحت الفيديو برأيكم في الفيديو، لو انتوا عايزين فيديوهات تانية بنفس الشكل لرأيي في حاجات عندي او حاجات انتوا محتاجينها وعايزين تشتروها. واشوفكم على خير واستنوني بكرة في فيديو جديد. باي باي.